لو عندك مشكلة مع امبيسا او لسه تتعلم بيها او عايز تبدأ تلعب بيها، الفيديو ده ليك. هنشرح كل حاجة تخص امبيسا بالابيليتيز بالتريكات، لان فيها تريكات مهمة هتحس ان انت اول مرة تسمع عن امبيسا اصلا. خلينا نبدأ اول حاجة بالبازف. البازف هو بعد كل سكيلة بتضربها من الاربع سكيلات بتعمل داش، وبعد كل داش بيكون معاك اوتو اتاك بتضربها من رينج بعيد بدمج اعلى وبترجع لك انرجي، وبتضرب اتاك سبيد يعني تضربها بسرعة. فده مهم أوي هنشرحه بعدين ازاي تستخدمه. نيجي للكيو. الكيو بتضرب ضربتين. أول ضربة لازم تضربها في حد عشان تفتح لك الكيو التانية، لو ما ضربتهاش في حد خلاص الكيو اختفت من عندك. وفيها حاجة مهمة تانية أول كيو، هي إن أنت إمتى تعمل دامج عالي وإمتى ما بتطلعش دامج عالي. لما بتخبط التارجت البعيد في أبعد رينج، شايف الدايرة دي؟ التارجت اللي هو على الحرف، أي حد على الحرف كده بياخد دامج عالي، أما القريب منك هو ما بياخدش دامج عالي. يعني مثلا زي ما أنت هتشوف دلوقتي، ده قريب مني وده بعيد. تمام. فدلوقتي لما ضرب كيو جت في البعيد ب 500 والقريب 200 تقريبا، فالفرق شاسع. لو ضربتها لوحدها برضه على حد بعيد جاب 430. طب لو ضربتها لوحدها على حد قريب جاب 200. ده حاجة مهمة أوي في أول كيو. تاني كيو بتضرب أي حد في التارجت اللي أنت شايفه ده، بس فيها تريكاية برضه، هي إن هي بتعمل دامج أعلى لأول حد بتخبط فيه. يعني ده جت فيه ب 670، جت في التاني ب 300 وحاجة. فده برضه حاجة مهمة. نيجي للدبي. الدبي بتعمل داش. الداش ده بيعمل دامج لأي حد خبطت فيه وبيديك شيلد لمدة نص ثانية بس. فحاول تخلي الشيلد بتاعك لوقت انت هتاخد فيه دامج من الانمي. تمام. نيجي للإي. هي بتعمل دامجين أول ما بتدوس عليها، والمكان اللي أنت بتروحه كمان بتعمل دامج للدايرة اللي حواليك. والسلو 99% لمدة ثانية، يعني سلو جامد جدا بس لمدة ثانية بس. نيجي للار. والار مهمة جدا جدا جدا. أول حاجة الار بتيجي في آخر واحد، لو أنت مثلا في كذا حد في نفس التارجت وتخبط في آخر واحد. تمام. ايه بقى المهم في الار؟ ان انت بعد ما بتعمل ار معاك 30% ارمنتريشن لما بتكون عامل ماكس الار، وبتبدا ب 10%، ومعاك 15% هيل على اي حاجه بتعملها، وبتبدا ب 10% لو انت لسه فاتح الار. تمام. نسبة الارمنتريشن والهيل بيفضلوا معاك طول الفايت. يعني انت بعد ما تعمل ار انت ممكن ترمش في التنكات عادي، وبرضه في السكويش، بس بتكون اهم قصاد التنكات. فانت ركز بعد ما تعمل ار تبدا تضرب كل حاجه صح، لان هترجع هيل كتير جدا، وكمان هيكون معاك ارمنتريشن هتدمج في التنكات بدمج اعلى. نرجع بقى للباسف وازاي تستخدمه صح، وازاي تخلي السكيلات معاك ما بتخلصش، والكول داون اللي معاك تستخدمه حلو ازاي. اول حاجه هي ان انت بعد كل سكيل تضرب اوتو اتاك. بص، حسيت الانرجي خلص؟ شايف الانرجي معايا مليان زي ما هو، مع اني ضربت كل حاجه معايا. طب انا دلوقتي مثلا لو ضربت الكومبو كده، اي دبليو، بص الانرجي خلص، انا مش عارف اضرب حاجه تاني. هو ده المهم، ان انت بعد كل سكيل هتضربها هتضرب اوتو اتاك، غير كده انت ما استفدتش باي حاجه بس انت هبت وخلاص. فلازم تضرب كيو، اوتو اتاك، اي، اوتو اتاك. وممكن تعمل ثلاث حاجات وبعد كده تضرب ثلاثه اوتو اتاك، بس ده مش كويس. لان انت بص لو لاحظت هنا انا هضرب كيو وبعد كده كيو تاني، استفدتش بحاجه غير ان انا ضربت 2 كيو صح. لكن نيجي بقى وقت تاني انا هضرب كيو اوتو اتاك، كيو اوتو اتاك نفس الوقت، بس هنا انا استفدت باتنين اوتو اتاك تضرب دامج عالي ويرجعوا لي الانرجي، وكمان اتاك سبيد، وكمان بتضرب من رينج ابعد. فده مهم قوي ان انت تركز فيه عشان السكيلات تفضل معاك وعشان تطلع دامج اعلى، وهتقدر تداش كتير، هتخلي الانمي مش عارف انت فين. بس كده، ودي اهم حاجه البازف ركز فيها. ولو عجبكم الشرح ما تنساش تحط كومنت تشجعني، او تقول لي مثلا ايه الوحش في الفيديو، او عايزني اشرح لك ايه تاني. وبنستريم يوميا من الساعه 10 بالليل لحد الصبح على تويتش والتيك توك، والاسم على الشاشه قدامكم، فارس جيم 500. وشكرا.